السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. مكملين مع بعض. النهاردة هنعمل مخبوزات روعة بجد، مذاق مختلف جدا. من عجينة واحدة هنعمل أشكال حلوة قوي وحشوات جميلة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، من فضلكم اللي لسه مشتركش في القناة بتاعتي يشترك ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. وياريت تشيروا الفيديو وتوصلوه لأعلى نسبة لايك عشان إن شاء الله أعمل فيديوهات كتير أحسن وأحسن. اتمنى الفيديو بتاعي يكون النهارده يعجبكم. اتمنى كمان تجربوه وتقولوا لي في التعليقات ان العجينه نجحت معاكم زي ما نجحت معايا كده ولا لا، طلعتوا اشكال حلوه زي اللي انا عاملاها دي ولا لا. بس شجعوني بقى باللايك كتير، اضغطوا لايك كتير قوي عشان الفيديو يوصل لاعلى نسبه مشاهده والكل ان شاء الله يستفيد. تعالوا مع بعض الاول نشوف مقاديرنا. الاول معايا دقيق، 6 كوبايات من الدقيق منخول طبعا، عليه ذره من الملح، معلقتين صغيرين مليانين من السكر، معلقتين كبار من الخميرة البودر. شايفين السهولة؟ كل مكونات الجافة في بولة واحدة. هحط معلقتين مليانين زي ما بقول لحضراتكم. انا حسيت ان المعلقة التانية ما كانتش مليانة قوي فهحط شوية كمان. قلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض. 6 كوبايات دقيق دول بيدوا نتيجة او كمية حلوة قوي. لو حضراتكم عايزين تقللوا قللوا نص المقدار اللي انا عاملاه. كمان معايا هنا 1.5 كوباية من السمنة بحرارة المطبخ. بأكد تاني، السمنة يا جماعة بحرارة المطبخ، مش من التلاجة ولا حاجة ولا مقدوحة. اقلب بقى حلو قوي الكلام ده مع بعضه لغاية ما الاقي السمنة اتشربت شوية من الدقيق. بعد كده هشتغل بقى بايدي عملية البس. شايفين بقلب ازاي؟ بس اتأكد كده من العجين او الدقيق دخل مع السمنة كويس باطراف صوابعي بقى، وببتدي كده اعملها كويس قوي. وابتدي بقى زي ما بقول لحضراتكم اهو ابس العجينه حلوه قوي. كل ما تبسوا العجينه كل ما تديكم نتيجه افضل وتطلع العجينه معاكم مورقه وافضل نتيجه. وهنا بكون في الوقت ده مجهزه لبن دافي، كنت بدفيه على النار. مقدار اللبن قد ايه ملوش مقدار، غير العجينه هي اللي هتقولي، يعني حسب احتياج العجينه وحسب نوع الدقيق اللي حضراتكم تستخدموه. بنزل باللبن الدافي مش السخن تدريجي لغايه ما العجينه بتاعتي تلم معايا والاقيها مش بتلزق في ايدي ولا بتلزق في الطبق خالص. شايفين؟ بحط شويه شويه كده. ما تكتروش كميه اللبن في الاول علشان العجينه ما تطراش منكم وتحتاجوا بعد كده تزودوا دقيق وتبتدوا تزودوا بقيه المكونات والعجينه تبوظ منكم. اللبن شويه بشويه زي ما بقول لحضراتكم، ويدوب هو دافي بس عشان الخميره بتاعتي تشتغل وتديكم ان شاء الله نتيجه كويسه. بلم بقى العجينه زي ما حضراتكم شايفين، انا مش بعجن، انا بلم العجينه بس. ابتدي انزل بشويه لبن تاني والم برضو العجينه بتاعتي لغايه ما الاقي القوام زي ما بقول لحضراتكم، عجينه متماسكه، عجينه مش بتلزق في الايد وسايبه الطبق خالص. خلاص انا كده تقريبا العجينه بتاعتي لمت وقوامها حلو قوي. بصوا بضغط عليها بايدي عشان اتاكد، وببتدي امسك قطعه كده واشكلها. شوف الطراوه بتاعتها عامله ازاي، ما شاء الله كانها معجونه بزبده مش بسمنه. عجينه حلوه قوي. عايزه اقول لكم لازم ان شاء الله هتجربوها، سهله وبسيطه وما فيهاش اي تكلف خالص. خلاص العجينه كده بتاعتي تمام. بسيبها بقى في مكان دافي لمده ما تقلش عن ساعه، بس في الجو الحر ده ممكن نص ساعه بالكتير قوي تشتغلوا بيها على طول. بغطيها طبعا وبسيبها. في الوقت ده بكون بجهز الحشوه مع حضراتكم. انا جايبه عجوه وانا عاملاها قبل كده مع حضراتكم، ضايفه لها الزبده وشايلاها في الفريزر زي ما دايما متفقه معاكم، فهي جاهزه عندي للشغل على طول. بجيب كيسين تلاجة، واحده من تحت العجوه وواحده من فوق العجوه، وابتدي افرد بالنشابه بالشكل ده. دي اسهل طريقه لفرد العجوه يا جماعه. لو فردتوا العجوه على الرخامه هتلزق وهتغلبكم جدا ومش هتعرفوا تطلعوها علشان تحطوها على العجينه، فالطريقه دي هي الاسهل والانضف كمان. بفرد العجوه بسمك حوالي نص سنتي او سمك رقيق جدا علشان لما اجي احطها على العجينه تبقى باينه كده ولطيفه وما تبقاش كتير وزياده عن اللازم. شايفين بفرد ازاي من كل الجوانب كده، وبتتفرد معايا بمنتهى السهوله. دي انا طلعتها من الفريزر قبل ما اشتغل بحوالي 10 دقايق، فكت على طول، ما بتاخدش وقت خالص. لما كنت بعمل الكحك مع حضراتكم وتفضل معايا عجوه وقلت لكم انا بشيلها ازاي، زي ما هي متضاف لها قطعه الزبده ومخلوطه بيها كده ومتقلبه فيها، وبحطها في كيس تلاجة واروح بططاها وشايلاها وكاتبه عليها طبعا وحطاها في الفريزر، بطلعها وقت الاستخدام.
في الوقت ده تكون العجينه بتاعتي ارتاحت والدنيا تمام. بجيب برضو اكياس تلاجة زي ما حضراتكم شايفين فتحاهم ازاي، وابتدي اخد بقى قطعه من العجين وابتدي اول شكل مع حضراتكم او اول حشو. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه جدا وجميله ومش بتلزق خالص، مرنه جدا في ايديكم، تقدروا تشكلوها زي ما انتوا حابين. بحط بقى قطعه العجين وبرده بحط الكيس البلاستيك من فوق. لو في استرتش راب مفيش مشكله، برده تقدروا تستخدموه. ببتدي افرد بقى العجينه حلوه قوي كده بقدر المستطاع، تبقى قد قطعه العجوه، لو حتى ازيد شويه. الزيادات كده كده بتشال وبنعيد تشكيلها تاني، مفيش حاجه بتتهدر ولا بتترمي. شايفين السهوله؟ كيس البلاستيك بيتشال بمنتهى السهوله من العجينه، ولا بيلزق ولا غيره. بجيب بقى العجوه بتاعتي بشيل برضو من عليها الكيس البلاستيك بالشكل ده كده. شايفين السهوله والجمال؟ وابتدي احطها على قطعه العجين بتاعتي. تمام. زي ما بقول لحضراتكم، اي زيادات من العجوه بنشيلها وبنحطها على قطعه العجين اللي مش عليها عجوه، واي زيادات من العجين بنشيلها وبنعيد تشكيلها تاني، مفيش حاجه بتترمي. بنشيل بقى الكيس البلاستيك خلاص. تمام جدا. شايفين الزيادات بقى اللي طلعت بره الكيس دي؟ هي زي ما بقول لحضراتكم بنشيلها وبنحطها على القطع اللي ما فيهاش عجوه. تمام جدا. اهي بظبط بقى الدنيا كده، بوزع العجوه في الحتت اللي ما فيهاش، وبشيل اي عجين زياده طلع بره الكيس وانا بفرد. ببتدي بقى الف رول. شايفين حضراتكم بلف ازاي؟ مش بايدي، انا بضغط بالكيس، بلف بالكيس وبضغط وهكذا. اهي قطعه عجوه طلعت، حطيتها في المكان اللي ما فيهوش. شايفين السهوله؟ العجينه ماشيه معايا ازاي؟ ما شاء الله، عجينه حلوه قوي. بلف بالكيس وبضغط، واخر قطعه بقى او اخر لفه بجيبها وبحطها بقى على الكيس بتاعي. شايفين الاطراف اللي طلعت دي؟ طبعا مش بتبقى متساويه ومش لطيفه، فبنشيلها. وزي ما قلت بسهوله جدا ان احنا بنعيد تشكيلها تاني، وبرده بنخبزها ما بنرميهاش. كده الرول بتاعي جاهز ومتماسك وزي الفل. حلو قوي. بجيب فرشه، وانا بحب ادهن العجينه دي حقيقه لبن عن البيض يا جماعه. البيض برده بحط له فانيليا وكله، بس بحس فيه شويه زفاره، فاللبن بيديني نفس نتيجه البيض واحسن. بكون في الوقت ده برده محمصه سمسم زي ما حضراتكم شايفين، حطاه في صينيه، كنت لسه محمصاه حالا عشان يطلع الزيت بتاعه، يبقى ريحته كده حلو، وريحه الخبيز بتاعك يبقى فريش. وبحط بقى السمسم زي ما حضراتكم شايفين على الرول كله، مش بحط على الوش بس. والاجزاء اللي ما فيهاش لبن بحط لها علشان العجينه يتماسك عليها السمسم بسهوله. بحط شويه على الكيس وبقلب الرول كده على الكيس. شايفين السهوله؟ شغل الكيس سهل قوي، وكمان مش بيبهدلك الرخامه بتاعتك، بتبقى الدنيا نظيفه. حلو قوي. انا كده جاهزه بقى على التشكيل. بكفه ايدي بس من هنا وبضغط ضغطه بسيطه علشان حجم المخبوزات ما يطلعش مرتفع زياده عن اللزوم، لان هي طبعا لسه هتختمر شويه كمان في الفرن. بجيب بقى القطاعه المشرشره اللطيفه قوي دي، وابتدي اقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نحاول قدر الامكان تكون كل قطعه متساويه وشبه بعض. شايفين الجمال؟ احلى بكتير من اللي بتشتروه من المخبز، وانضف واشيك بكل الطرق. خلاص كده بجيب بقى الصينيه بتاعتي وببتدي ارص الوحدات بتاعه المخبوزات بتاعتي، او كعب الغزال، او منين سموها زي ما انتوا حابين. زي ما حضراتكم شايفين انا مش دهنه الصينيه اي حاجه، لان العجينه فيها نسبه سمنه محترمه، فمش محتاجه ان هي تدهن، ومفيش حاجه هتلزق بامر الله. زي ما المخبوزات دي هتدخل زي ما هتطلع، وهتشوفوا ان شاء الله معايا. الجزء ده ما كانش فيه سمسم فحطيت عليه رصيت. شايفين الشكل عامل ازاي؟ مشرشر كده ومورق وزي الفل. نجيب بقى قطعه تانية من العجين عشان نعمل حشوه تانية وشكل تاني بنفس الاكياس اللي كنت بستخدم عليها العجينه. هي يا جماعه بتخلوها جنبكم وبتشكلوا عليها. اما بتاعه العجوه طبعا خلاص اترمت. بفرد العجينه بتاعتي. تمام. ادي العجينه اتفردت وزي الفل. بشيل من عليها بقى الكيس البلاستيك. وهنا بقى تلاقوا حشوه مختلفه مش هتلاقوها عند اي حد. المخبوزات بتاعتي بالطريقه اللي بقول لكم عليها دي او بالحشوه دي بجد مش هتبطلوا ان شاء الله تعملوها، هتدعوا لي جدا لما تجربوها. شلت هنا بس الاول العجين الزياده اللي طلع بره الكيس. جبت شويه من السكر الحبيبات بتاعنا العادي جدا، وجبت كمان شويه من القرفه، وبحط القرفه على السكر وبقلبهم كده مع بعض. بحب اقلبهم قوي بايدي عشان بحس بالسكر كده وبيختلط مع القرفه. بصوا بقلب حلو قوي كده. مش قادره اوصف لكم طعم المخبوزات اللي بالسكر والقرفه، احلى بكتير كمان من اللي بالعجوه. ابتدي ارش بقى رشه حلوه كده على العجينه بتاعتي.
تمام. ورش رشه قرفه كمان بقى حلوه عشان ازودها وتديني لون وتديني طعم اذكى كمان. وببتدي بنفس الطريقه اللي فاتت والف رول. بصوا السهوله، تلف معايا بمنتهى السهوله. العجينه لو فاشله كانت هتشقق هتلزق، ما كانتش هتمشي معايا ابدا. خلاص الرول بتاعي كده جاهز للتشكيل. شايفين عامل ازاي؟ نفس الطريقه بكفه ايدي وبضغط ضغطه بسيطه عشان ما تطلعش مرتفعه زياده عن اللزوم. وبجيب القطاعه بتاعتي دي وبشيل الحروف. تيجي بقى هنا اقطعها مثلثات. بصوا الشكل والجمال. الولاد هيحبوا جدا المخبوزات دي، مغذيه ولطيفه وحلوه قوي بقى في العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. الصبح كده مع كوبايه شاي بلبن ولا كوبايه شاي ساده، مفيش كلام بعد كده. وابتدي بقى اجيب المخبوزات الحلوه بتاعتي دي واحطها في نفس الصينيه. شايفين السهوله والجمال؟ شايفين التوريقه بتاعتها عامله ازاي والقرفه والسكر باينه ازاي؟ ابتدي ارص بقى بالطريقه دي. هي شكلها واضح، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها. ببتدي اجيب برضو هنا بقى العجله بتاعه البيتزا بس الصغننه منها، هوريكم دلوقتي. بس الاول ادهن دهنه اللبن زي ما اتفقنا، زي برضو المخبوزات اللي قبلها بدهنه اللبن، دهنه خفيفه جدا بتدي لون احمر بقى حلو قوي في الفرن. اهي العجله اللي بقول لحضراتكم عليها. وابتدي اعمل خطوط كده زجزاج على الوش، بتدي شكل لطيف جدا برضو. ممكن بالسكينه مشرشره مفيش اي مشكله، مش عايزين تعملوا خطوط عليها براحتكم برضو، بس انا بديكم اضافات لطيفه. خلاص خلصتهم كلهم كده. الصينيه جنبي زي ما حضراتكم شايفين وانا شغاله. كل ما المخبوزات دي تقعد جنبك وقبل ما تدخل الفرن وانت شغاله كده، كل ما تختمر تاني وتبقى افضل. ببتدي بقى افرد العجينه برضو تاني، هنعمل شكل تاني مع بعض بالطريقه دي كده. حلوه قوي. العجينه بتاعتي خلاص اتفردت بالسمك اللي انا عايزاه. برضو احط سكر بقرفه، بس هنعمل شكل تاني خالص. وهزود برضو شويه من القرفه كده. القرفه دي من الحاجات اللي لما بتدخل الفرن في مخبوزات بتدي طعم ومذاق بجد ملوش حل، خلاف الريحه وخلاف الفوائد بتاعتها. هلف بقى الرول حلو كمان تاني. شايفين ال6 كوبايات دي زي ما بقول لحضراتكم بيدوكم يعني كميه حلوه قوي، تقدروا تشكلوا كذا شكل منها. ادي الرول بتاعي خلاص اهو جاهز. هقطع الزيادات بقى والاحرف زي ما اتفقنا، مش هنرميها، هنسويها تاني. واجيب بقى القطعه بتاعتي دي وبقطع نفس مقدار او نفس حجم القطعه اللي فاتت. بس شايفين عملت ايه؟ قطعت قطعه كده واخدها وادورها على ايدي واروح ضغطه عليها. عارفين حضراتكم فكره السينابون؟ بس طبعا عجينه السينابون حاجه تانية خالص، اعتبروه كده من السينابون. شايفين الشكل والجمال؟ بجد يجنن. والا لما بيدخل الفرن بيورق كده وبيبقى شكله عامل زي الورده. بصوا ضغطوا ضغطه خفيفه خالص بالشكل ده ومنتهى السهوله. حلوه قوي. بصوا لطيفه جدا جدا وصغنونه كده، سواريه على قد القطمه، مفيش بعد كده. تمام. خلاص فاضل واحده او اتنين وهنعمل مع بعض شكل تاني دلوقتي من نفس العجينه. تمام. نجيب بقى قطعه عجين تانية. الجزء اللي انا عملته دلوقتي ده مش بيدهن اي حاجه، مش هدهنه لبن لان هو الوش بتاعه غير الظهر. يعني التانيين الوش بتاعهم الحشوه من جوه، اما ده الحشوه بتاعته باينه من بره، فمش بدهنه حاجه زي ما هو كده. بفرد قطعه تانية من العجينه او قطعه اخيره من العجينه وبحط عليها رشه كده حلوه من السمسم المحمص اللي انا لسه محمصاه مع حضراتكم اهو. وابتدي الف رول كده. دي بتبقى مخبوزات ساده، اخر نوع ده بيبقى ساده بس طعمه حلو قوي قوي، عايزه اقول لكم بالشكل ده كده. واتاكد بس ان الرول بتاعي ملفوف كويس. شايفين الشكل والجمال بتاعت الصينيه؟ بشاور لكم عليها. والمخبوزات كل ما هتقعد بره كل ما هتختمر زي ما بقول لحضراتكم وهتنفش في الفرن وتبقى زي الفل. هدي دهنه كده للرول بتاعي من اللبن، مش هستغنى عنه طول ما انا شغاله. بجيب بقى شويه من السمسم وبحط على الكيس نفسه مش على الرول، وابتدي اقلب الرول فيه بالشكل البسيط ده. شايفين حضراتكم بمنتهى السهوله السمسم بيمسك عليه. الاجزاء بقى اللي مفيهاش لبن بحط عليها تاني عشان السمسم يمسك كويس.
عايزين تستبدلوا اللبن الحليب اللي انا حطاه بلبن بودر بشويه ميه وفانيليا مفيش مشكله، ببيض زي ما بقول لحضراتكم وشويه فانيليا مفيش مشكله، كله متاح بامر الله. برضو بنفس الطريقه اللي فاتت وبكفه ايدي ورحت مبططه كده شويه، بجيب نفس المقطع وبقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بالورب كده. شايفين الواحده عامله ازاي مشرشره كده وتجنن، والسمسم بقى باين من جوه اهي مورقه جدا. جبت صينيه تانية هخبزهم فيها، وبعد كده هبقى انقلهم في الصينيه اللي انا كنت شغاله فيها عشان هم قليلين على الصينيه شويه. شايفين الاشكال عامله ازاي، حلوين جدا جدا، وزي ما دخلوا الفرن زي ما يطلعوا دخلهم الفرن يطلعوا بالشكل الرائع الجميل ده، طعم ومذاق وريحه مفيش كلام. يا رب الوصفه بتاعتي تعجب حضراتكم النهارده. لو عجبتكم اضغطوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب. كنت معاكم انا مها جوهر، شكرا لكم، السلام عليكم.